اهلين معلم. علي هشام. اهلين يا ابي. اهلين وسهلين، شرفت المحل. هشام الله يرضى عليك تركنا لحالنا شوي. لا يا هشام لا، ما حبيتها منك منوبة. عمك ابو صلاح امر وبعدك هو. عمك ابو صلاح بيأمر عليك وعلي والحاره كلها، يلا اتكل على الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. شرف يا ابي. ليك ولا انا بعرف انه هذا المحل باب رزق، لذلك ما راح اعمل لك خناق وعياط وشوشره قدام العالم كله. بس في كلمتين بدي اقول لك اياهم، في سؤال بدك تجاوبني عليه غصب عنك. تفضل. اول شيء الكلمتين عليك يا حوينة تربايتي فيك يا حوينتها. بتمون ابي، والسؤال؟ اختك وصال والزفت جهاد وين سكنوا؟ بدي عنوانهم. ما بعرف. ليك ولا صلاح؟ لا تراني عن طوري، لا تفكرني بتاخذ بكلمتين يعني. اوعى اوعى، انا ابو صلاح، فهمت؟ انت مهما كبرت بتضل ابني، وانا بفت بكسر راسك بالوقت اللي بريده. كمان بتمون ابو صلاح، في مجال تسمعني شوي اذا سمحت؟ لا ما في مجال، وبدي العنوان. لا في مجال، وبدك تسمعني للاخر بعد امرك. شو بدك تعمل يعني؟ بدك تقتلها لبنتك مثلا؟ ليش؟ عايبه لا سمح الله؟ عملت شيء ضد الشرع والدين؟ بدل ما تيجي تسال عن بيتها مشان تروحوا تطبشوا وتكسروا فوق راسها وراس زوجها، شو رايك يا ابو صلاح تسال حالك سؤال واحد بس؟ سؤال واحد بس، ماشي؟ كيف كانت عايشه بنتك طول هالوقت بعد ما ماتت امها؟ بتعرف؟ عندك علم؟ هلا اذا كنت بتعرف فهي مصيبه، واذا كنت ما بتعرف فهي مصيبه على اكبر. انت بتعرف يا ابو صلاح انه خالتي مرتك يعني كانت تتعاملها مثل خدامه بالبيت؟ بتعرف انه اقل كلمه كانت تقول لها ياها انقبري، يقصف عمرك، يا مقصوفة الرقبه بدي كسر راسك؟ بتعرف ولا لا؟ صلاح شو هالكلام؟ ام نادر بتضل خالتها وبمقام امها. ما في حدا بمقام امها، ما في حدا بمقام حدا ابي. الام شي واي حدا تاني شي تاني، ما حدا بيحل محل الاب ولا الام. افترض انت لو شو؟ كمل. استغفر الله العظيم. لو صار لك شيء لا سمح الله وامي تزوجت واحد بدالك، بترضى انه يكون بمقامك؟ إيه ما فشل هو و60 واحد مثل حكايته؟ انت ابي وبس، ما حدا بيكون مكانك. انا اسف ابي، الله يطول بعمرك ويخليك دايم فوق راسنا. انا حكيت هذا الحكي كله مشان اقول لك وفهمك انه ما حدا بيحل مكان حدا. انت ان شاء الله مفتكر انه حتى لو امي عملت معها هيك انا بكون رضيان؟ لا ابدا ما بكون رضيان. ابي بدك اياها تطلع من تحت حكم مرت ابوها لتحت حكم عريس جايبته مرت ابوها اكبر منها بكتير وسمعته عاطله. يا ابي ما في ولا شيء بالدنيا بيخليها تبلع مصيبتها وتسكت. بعدين هي تقدم لها واحد رفيقي، الحاره كلياتها بتحلف بسمعته وباخلاقه، رايدها وبده يسعدها. صلاح هذا الكلام كله علاك، والاهم من هذا كله طب اختك وصال عندها ذره حسن تصرف، ما بتكسر كلامي وبتهرب مثل اللي عامله. لك يا ابي جربنا بالاقناع ما مشي الحال، شو بدك اياها تعمل يعني؟ تزت حالها على الموت؟ اذا مشان انه كسرت كلمتك لا يكون لك فكره، انت قول هلا ايه وانا بجيبها على البيت، بنخلي كل شيء يكون طبيعي على عيون العالم. يعني بنقول للجهاد يجي هو وعيلته ويطلبوها رسمي، بنعمل عرس على السريع وانت بايدك بتسلمه اياها. ما عاد ينفع هالشيء يا صلاح، 100 واحد صار يعرف القصه، اذا سكتنا واحد ما رح يسكت الثاني، بتصير القصه مو قصه انه كسرت كلامي وبس، بصير انا مسخره. انت شو بدك بالناس وشو بيقولوا الناس؟ انت عليك من هلا. اعطيني رقم تليفونها. شو بدك برقم تليفونها؟ شلون شو بدي اتاكد انه لما جوزتها ما جبرتها بشيء. صدقني يا ابي انا لما زوجت يلي بيعمل عملتك ما بيتصدق يا صلاح. لك ليش انا شو عملت؟ صلاح بدك تعطيني الرقم والعنوان ولا لا؟ جوزتها على كيفك وفهمناها، كمان بدك تمنعني انا ابوها احكي معها. ما بمنعك. وينك ابي؟ ورحمة امي اذا بتحكي معها شي بهينها او بهين مشاعرها ما بتعرف شو بعملها. هات الرقم هات.
شو معلم؟ شو رايك بفنجان قهوة؟ نشرب قهوة. يلا.